توج الهلال السوداني بلقب بطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على غريمه التقليدي المريخ ب3-2 ليحقق بذلك رقما صعبا هو إحراز لقب الدوري دون أي خسارة. فرحة هلالية للمرة الخامسة على التوالي بتتويج الأزرق بطلا للدوري السوداني. جماهير الهلال احتفلت بفرح هستيري داخل ملعب المريخ الذي احتضن النهائي، وبادلت نجومها الوفاء وكذلك رئيس النادي صلاح إدريس، وكانت من أجمل ليالي الهلال. نحمد الله كثيرا على هذا الانتصار الذي أتى بمجهود الكل، وأولا جمهورنا الجازرنا في التمارين ونحن محزومين، اللي بيستقبلنا في المطار ونحن محزومين. ده حصاد موسم وهم كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الحصل ده، ونتمنى افراحهم تتواصل حتى في كاس السودان ان شاء الله. تحيي جمهور الهلال العظيم على الوقفه العظيمه اللي وقفها معنا، وان شاء الله الناس عهدت نفسها انه تشيل البطوله الخامسه على التوالي، وربنا وفقنا. وفي النهايه نقول للمريخ هارلك قدم مباراه طيبه، وان شاء الله في الدوريات الجايه ان شاء الله. مباراة الديربي جاءت قوية ومثيرة، ووضح إصرار الأحمر منذ البداية، حيث افتتح له هيثم طنبل التسجيل في شباك فريقه السابق، ولكن سرعان ما رد البديل إسحاق قرنقو بيسارية مدوية انفجرت في مرمى بهاء الدين، معلنة نهاية الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي. وبعد الاستراحة بدقيقة واحدة أعاد القائد فيصل العجب فريقه للمقدمة بهدف جميل أشعل المدرجات الحمراء، ليعود الأزرق للمباراة من جديد مستغلا ضعف الناحية اليمنى في دفاع المريخ ليحرز له المحترف كلاتشي هدف التعديل من ركلة جزاء، هدف منح الهلال التفوق والسيطرة على الملعب، حتى استطاع البديل مهند الطاهر أن يطلق رصاصة الرحمة على المريخ ويدعو جماهيره للاحتفال بالكأس. الحكم كان متحاملا كثيرا، ولكننا نجحنا في التغلب على ذلك. التبديلات التي قمت بها كانت حاسمة. المباراة كانت نهائي جيد، افتكر كان فيه بذل عطاء، يمكن فريقنا لقى الفرص اللي كان ممكن يحسم بها المباراة، أضاع الفرص. هذا حال كرة القدم ولا جت فيها مرمانا أهداف سهلة جدا من أخطاء كان يمكن تفاديها. إذا نجح الهلال في تعويض جماهيره عن الخروج الأفريقي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي. سامر العمرابي، الجزيرة الرياضية.